اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكله اقتصاديه كده وحلوه، يعني من اكلات زمان كده، من اكلات والدتي يعني كده. انا ما بعملهاش في البيت خالص عشان الولاد ما بيشجعونيش عليها، بس النهارده انا نفسي فيها فهعملها، وهعمل لهم حاجه يعني غيرها. هنعمل النهارده مسقعه، وهنعمل بطاطس محمره، وهنعمل مكرونه محمره، وهنظبط الدنيا يعني. طبعا شوف ده بتنجان، انا جبته غسلته وقشرته، قشرت القشر اللي هنا دوت، وقطعته زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده مكعبات كبيره كده. هعمل ايه بقى عشان ما يشربش معايا زيت؟ هرش عليه ملح. كانت والدتي ربنا يديها الصحه ترش عليه ملح وتسيبه حبه اهو ما تكتريش في الملح، وما ترش حبه ملح كده عليه اهو، عشان لو في اي ميه اللي اللي بتشرب معاكي الزيت تنزل اهي. طبعا احنا بنحطه على ايه؟ بنحطه على طبق عشان الميه بتاعت البتنجان تنزل في قلبه. ماشي. معايا هنا ايه؟ معايا هنا 4 فصوص من الثوم. ماشي يا بنات، ارفع 4 فصوص من الثوم. يا اما تدقيها، يا اما تدقي الثوم، يا اما تقطعيه شرايح صغيره. انا هدقه، انا امسكه كده هدقه في الهون. انا عندي ثوم مفروم جاهز، بس انا حابه اعمله بايه؟ بالثوم الفريش دوت. ومعايا هنا طماطم طبعا متسبكه ومتصفيه، ومعانا الفلفل بتاعنا. ماشي اهو. انا هدق الثوم بقى وارجع لكم. الو يا بنات، احنا هنعمل دلوقتي الصلصه بتاعت المسقعه. ماشي اهو، هقولها كده على الحله. انا دقيت الثوم ماشي بتاعنا، انا دقيت الثوم بتاعنا بتاع المسقعه، انا مسكته دقيته. طبعا دي من الاكلات يا بنات الاقتصاديه. ماشي، الايام اللي جايه نعمل مع بعض اكلات اقتصاديه كتير وحلوه ان شاء الله هتعجبكم. نحط حبه زيت، المسقعه بتتعمل بالزيت كده. هننزل عليها بالثوم اللي احنا يبقى فرمه دقاه اهو. ده عباره عن 4 فصوص من الثوم. ماشي اهو. طبعا الاكلات دي بتفكرنا بزمان اللي بيبقى في بيوتنا كده عند اهالينا، يعني زمان كانوا بيعملوها. طبعا الجيل اللي احنا فيه ده ما يعرفش الاكلات دي. تيجي تقولي له هعمل مسقعه يقول لك ايه ده مسقعه؟ يعني مسقعه بس ايه؟ تديها بس عباره تبقى صفرا بس. ننزل عليها صفرا بس. هنحط بقى فيها ايه بقى؟ الصلصه بتاعتنا الحلوه دي هنحط فيها فلفل اسود وكمون. ماشي، حط كمون طبعا عشان فيه توم. كمون ماشي، فلفل اسود، نحط رش فلفل اسود اهو اهو يا بنات. نقلبها بقى كده. طبعا مش هنحط الملح بتاعها ده دلوقتي الا لما نقلي البتنجان ونحطه، لان البتنجان فيه ملح. ماشي اهو، بتنجان عليه ملح، ما نحطش ملح على ملح. هتلاقي بصي، هتلاقي الصلصه بتاعت المسقعه بتاعتك دي حادقه ما تتاكلش. اصبري لما تقلي البتنجان بتاعك وتحطيه. نحط بقى دي طبعا متسبكه، لو مش متسبكه تبقى تتسبك. ماشي، هنحط عليها شويه ميه، من فنجان ميه او كوبايه ميه اهو. هنحطها كده عليها تاخد بس ايه؟ غلوه واحده. هتاخد غلوه واحده ونطفي عليها قبل ما نقلي البتنجان بتاعنا ونحطه عليها يعني هنديها غلوه وهنطفي.
لما نيجي بقى عشان نحط البتنجان الاول نسخن الاول ندي غلوه تاني للصلصه، نروح حاطين البتنجان عليه ماشي، ونسيبها بس تاخد غلوه واحده وهنشوف ماشي مع بعض، وهتبقى جميله وزي الفل وطعمها حلو ماشي. نيجي بقى دلوقتي هنعمل مع بعض ايه، نقشر مع بعض البطاطس ونعمله مع بعض. دلوقتي يا بنات هنقشر مع بعض البطاطس ماشي اهو. نقشر كده البطاطس بتاعتنا كده اهي بالسكينه كده اهو. طبعا انا اول مره اقشر معاكم بطاطس على القناه اهو. تقشير سهل وبسيط مفيهوش اي حاجه خالص بالسكينه اهو. البنانيت اللي لسه ما بيعرفوش يقشروا بطاطس، بصوا حبايبي تجيبوا السكينه كده اهو، تمشي كده بيها واحده واحده اهو اهو، تلاقي معاكي القشره طلعت معاكي في ثواني اهو. قشره البطاطسايه اهي اهو. طبعا انا قبل ما اقطعها صوابع بغسلها، لازم تتغسل قبل ما تتقطع ماشي اه. طبعا عندنا فوق ما بياكلش مسقعه وفوق بياكلوا يعني، فاحنا هنعمل اللي ما بياكلش ده هنعمل له حاجه ايه، نعمل له حاجه تانية ماشي. دي اكلات يا بنات سهله وعلى قد الايد، مش مكلفه قوي ماشي اهو. على قد الايد خالص، اكلات اقتصاديه، دي من الاكلات الاقتصاديه ماشي اهو. قشر بقى اللي معايا وارجع لكم. انا قشرت يا بنات البطاطس وغسلتها. بصي هقطعها ازاي بقى، بقطعها الاول حلقات اهي، بس حلقات ايه مليانه شويه ماشي اهو اهو ماشي اهو. تيجي بقى هنا طبعا ده طبعا نضيف، بص اهو صابع كده ايه مليان شويه اهو اهو. لو رفعتيها هتنشف معاكي في قلب الطاسه اللي مليان حبه كده اهو، عشان ايه ما ينشفش معاكي في الطاسه ويتحرق منك اهو اهو يا بنات. طبعا تقشير البطاطس سهل، تقطيعها برضو سهل اهو. لو انت مش عارفه تعمليها على ايدك زي كده هوريكي برضو طريقه تانية، بس نخلص دي واوريكم الطريقه التانية اهو اهو. البنانيت اللي هم ايه سنه اولى حياه، مش سنه اولى مطبخ بقى، سنه اولى حياه، اللي هم لسه ايه بيتعلموا كل حاجه، مسكه السكينه وبيتعلموا التقطيع، مثلا بطاطس تعملي سلطه تعملي كده يعني ماشي. هنجيب القطاعه بتاعتنا ماشي اهي اهيت يا بنات القطاعه ماشي اهيت. هعمل انا ايه بقى، معلش ادي البطاطسيه بتاعتي اهي اهيت، نقطعها برضو ايه شرايح كده زي ما انت شايفه بصوا يا بنات اهي ماشي اهو. قطعناها شرايح زي ما انتم شايفين كده. بصي تيجي بقى كده بصي اهي على البلانش اهي اهي، بصي قطعتيها اهي اهي. الثوم كده مثلا شايفاه تخين شويه، بصي بالسكينه اهي عملتيها اهي، قسمتيها 2 بقت معاكي سمكها حلو اهي اهو، سمكها حلو هتحطيها اهي. حسيتي ان هي سمكها تخين اقسميها من النص كده 2 اهو اهو. نعمل تاني اهو 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 يا بنات اهو. انا عندي الاتنين دول تخان، انا اللي قصدي اعملهم عشان اوريكي ازاي لما تكوني مثلا انت عايزه تخلي الصابع ايه سمكه رفنع شويه اهو، بس في نفس الوقت ايه مليان اهو. تيجي من النص كده اهو اهو. الطريقه السهله ليكي اعمليها اهو اهو يا حبايبي، الطريقه السهله ليكي اعمليها اهو اهو. اسهل طريقه ليكي اعمليها اهو، شفتي اهو. في بنانيت صغيره بيبقوا بيحبوا يخشوا المطبخ يعتمدوا على نفسهم، يعملوا حاجات يعني ايه يريحوا مامتهم فيها اهي اهوتي حبايبي. احنا بقى كده احنا دورنا في قنوات الطبخ ان احنا نعلمهم ازاي من الالف للياء يبقوا شاطرين في المطبخ اهو
هقطع بقى اللي معايا دي وارجع لكم. دلوقتي يا بنات هنعمل ايه مع بعض؟ هنقلي البطاطس. اول حاجه تعمليها قبل ما تقلي البتنجان تقلي البطاطس، ماشي؟ اهو عشان اهو على النار اهوت، وهنقلي مع بعض البطاطس. سيب الزيت يسخن كده شويه اهو. شوف كده سخن ولا لا اصلا؟ كده خلاص. هاتي بقى البطاطس كده نصفيها واحده واحده اهو ونحطها. نعمل دلوقتي هنحمر بقى ايه مكرونه، ماشي؟ هنحمر ايه مكرونه جنب الاكل. نحمر مع بعض شويه مكرونه تحمير يا بنات. المكرونه سهل جدا، سهل سهل سهل، مفيش اي افتكاسه خالص. هقولك ازاي تحمري. هتطلع معاكي من اول واحده لحد اخر واحده، بسم الله ما شاء الله، نفس اللون نفس الدرجه. هنحط بقى المكرونه بتاعتنا اهو، جنب كتير من المكرونه على حبه زيت صغيرين، ماشي؟ هنعمل بقى كده في المكرونه بتاعتنا اهو. ونسيب تفضلي المكرونه بتاعتك. احنا غلفنا المكرونه بتاعتنا كلها بالزيت زي ما انت شايفه كده. ممكن تعمليها بالسمنه على كده، تحطي حبه مثلا حته سمنه على حبه زيت. انا حطيت اللي موجوده عندي. هعمل ايه بقى عشان كله يبقى ده نفس الدرجه؟ اوطي النار، يبقى النار وسط على المكرونه وهي بتتحمر. ليه؟ عشان ما تبقاش حته متحمره وحته لا، او تتحرق منك او تتلسع منك ايدك برضه فيه ديال اهو. البطاطس بتاعتنا هي اهو اهو. هسلكها بس من الطاسه عشان لو رجع ولا حاجه، بس تسيبيها على نار عاليه، ماشي؟ اهو يا بنات. ايدك فيها كده، بصي ابتدت المكرونه تلون. المكرونه بتاعتنا ابتدت تلون دي الاكلات يا حبايبي الاقتصاديه. لو انت مش عايزه تعملي جنبها مكرونه عادي ما تعمليش، بس انا عامله جنبها مكرونه عشان خاطر عندي ولاد، وكل منهم اللي بياكل من المسقعه وكل اللي بياكل. نعملها بطريقه سهله ولذيذه، ممكن الولاد هتحبها ومش هقول لكم ماما نعملها كل يوم. تنسوش معايا لحد كده يا جميله، حطينا اللايك والاشتراك. فرحتوني واسعدتوني بصراحه بالاشتراكات اللي انتوا عملتوها في القناه. شكرا لكم بامانه. طبعا احنا عاملين نار ايه؟ النار عندنا هنا في المكرونه وسط،
ماشي اهو. نقلب بقى هنا البطاطس اهي اهي تاني نفضل نقلب فيها كده ونحط ايه كلها لون واحد موحده. انت هتعملي بطاطس مثلا وهتقلي مثلا بتنجان، اوعي تقلي البتنجان الاول هيخلي معاكي الزيت اسود مش هيبقى حلو. تيجي تقلي البطاطس هتلاقي البطاطس سودا وتقولي ايه ده البطاطس عملت كده ليه؟ من البتنجان اللي انت حطيتيه الاول. نعمل الاول البطاطس بعد كده نعمل البتنجان. معلش يا بنات الكاميرا فصلت. بصي اهي المكرونه بتاعتنا بصي بقت كلها ايه لون واحد. ليه؟ عشان انت موطيه النار ماشي، مهديه النار عليها مخليها وسط وايدك فيها. انما لو عليكي النار عليها مش هتتحمر معاكي وهتتحروق منك اهو. زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهو. نقلب بقى البتنجان عشان نحطه فين؟ عشان نحطه في المسقعه ماشي اهو. بصوا بقى احنا عملنا البتنجان اهو. بصوا الميه اللي نزلت مني شايفينها؟ هي دي الميه اللي بقول عليها. ده اللي بيخلي معاكي البتنجان يشرب معاكي زيت. عشان كده احنا بنحط الملح ماشي اهو. نحطها بقى كده ونقلي بقى البتنجان بتاعنا والفلفل. بصوا اهو يبقى معاكي الزيت زي ما هو. على فكره مش هيشرب منك زيت كتير عشان انت نقعتيه مش نقعتيه بقى، رشيتي عليه شويه ملح. شويه الملح اللي انت رشيتيهم على البتنجان دول نزلوا الميه اللي هي بتخلي البتنجان يشرب معاكي زيت ماشي اهو. نقلبه كده اهو اهو. هقلي معاكم في الطاسه دي وهقلي الباقي ايه يعني مع نفسي كده وهبقى ارجع لكم عشان ايه نشوف هنحطها ازاي في الصلصه وازاي ايه نظبط الملح بتاعها. بصوا انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه علشان ايه تبقى كل حاجه باينه معاكم بكل تفصيله بكل التفاصيل في الاكل. طول ما انت بتخشي المطبخ بتعملي الحاجه براحه نفسيه وبحب يطلع معاكي احلى اكل صدقيني والله. حتى لو انت ما بتعرفيش اول مره تخشي عن تجربه، حتى لو انت ما كنتش عارفه تعملي الوصفه دي وداخله انت متعشمه في ربنا ان هي تطلع معاكي حلوه وتطلع معاكي الخطوات بتاعتها مظبوطه هتطلع معاكي زي الفل. انا مش عايزاه يتحمر قوي دوبك يبقى مصفري كده يدي لون بس كده يبقى حلو اهو. حابه تشوي البتنجان في الفرن اشويه يعني قطعيه زي كده ووشي عليه معلقه زيت وتحطيه في الفرن في الشوايه هيتشوي معاكي يبقى زي الفل. كده احنا هنطلعه كده البتنجان بتاعي زي ما انت شايفه كده. بصي اهو هوريكي الدرجه اللي انا عايزه فيها البتنجان. صفي كده بصي اهو انا عايزاه كده. بصي يا بنات انا عايزاه بالمنظر ده ماشي اهو. هقلي بقى الباقي مع نفسي ماشي يا حبايبي. هقلي الباقي مع نفسي كده وارجع لكم تاني. اهو يا بنات حطيت انا خلصت قلي البتنجان والفلفل ماشي. حطيت بقى الحله ايه تاخد غلوه اهي خدتها. هعمل انا ايه دلوقتي بقى؟ اروح جايبه البتنجان والفلفل بتوعي اروح حطاهم اهو يا بنات. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله اهي تحفه. تاخد
بس غلوه واحده بس وخلاص، وعلى كده ندوق بقى كده نشوف الملح. كده عايزه ملح، كده نحط الملح واحنا مطمنين. ماشي كده نحط الملح للمسقعه واحنا ايه يا بنات، واحنا مطمنين. دوق عايزه سنه كمان اهو. ليه حطيناه دلوقتي؟ عشان خاطر البتنجان، احنا كنا رشينه بالملح. كده اكلنا كده مظبوط وزي الفل. نديها بس غلوه وهنطفي عليها ونقدم مع بعض الاكل. ودي كانت حلقتي معاكم النهارده. عملنا المسقعه وعملنا بطاطس محمره وجبنه بالطماطم ومكرونه، وده كانت اكله كده بسيطه وخفيفه اقتصاديه. معلش بقى نرتاح شويه من اللحمه والفراخ. وشكرا لكم على المتابعه بجد، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه.